السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في آياته في محكم كتابه القرآن الكريم: وما خلقنا الإنس والجن إلا ليعبدون. في عالم الماورائيات عن كائنات الجن لسنا مثلهم، لا نراهم ولكنهم يروننا، ولكنهم مثلنا يأكلون ويشربون ويتكاثرون مثل البشر. هم أجناس وأصناف وألوان وأنواع، وكذلك وعقائد ومعتقدات، ومنهم من لا يؤمن بشيء ألا لعنة الله عليه. منهم تجد الناري والترابي والمائي والعادي والقمري، وأقواهم على الإطلاق الضوئيون. هم أحفاد الذين حضروا زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنهم من شهد دعوته في وادي نخلة بمكة. حاليا المكان يعرف باسم مسجد الجن أو الشجرة أو الجن دراوي، أو الاسم الأشهر الدندراوي. الحقيقة كلها في كتاب الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو مبعوث الله برسالته إلى كافة المخلوقات، ومنهم الثقلين الإنس والجن.